أخبار الكرة المغربية من قناة الكرة نيوز. مرحبا بكم في تغطيتنا الشاملة لآخر المستجدات ديال اللاعبين المغاربة المحترفين اللي شاركوا في مباريات السبت بالدوريات الأوروبية. اليوم نستعرض تفاصيل الأداء ديال أبرز اللاعبين والأرقام اللي حققوها في المباريات. نبدأ بحكيم زياش اللي رجع للملاعب بعد غياب طويل بسبب الإصابة. شارك كبديل في الدقيقة 71 في مباراة فريق جلطة سراي ضد أنطاليا سبور. المباراة سالت بفوز جلطة سراي ب3-0. زياش نال بطاقة صفراء، ولكن الأهم هو أنه قدم أداء جيد وأخذ تنقيط 7.4. الأرقام ديالو كانت مشجعة بحيث دار 2 تمريرات مفتاحية وقام بمحاولة واحدة مباشرة على المرمى، بالإضافة إلى ربحه لإنزال هوائي 1/3. نمر دابا للنجم ديال الدفاع نصير مزراوي اللي دخل في الدقيقة 90 في مباراة مانشستر يونايتد ضد برينتفورد. المباراة كانت صعبة وانتهت بفوز مانشستر ب2-0 مما خلى الفريق يصعد للمركز العاشر في ترتيب الدوري. مزراوي قام تمريرات طويلة بنجاح، بحيث نجح في 6 تمريرات من أصل 10، وهو رقم كيبين الفعالية ديالو في اللحظات الحاسمة من المباراة. بالنسبة لبلال الخنوس، لاعب أساسي مع ليستر سيتي في مباراتهم ضد ساوثهامبتون. المباراة كانت دراماتيكية بحيث فريق ليستر قدر يقلب النتيجة من 2-0 في الشوط الأول لفوز ب3 أهداف ل2 في الشوط الثاني. خنوس قدم مستوى محترم بحيث لعب 60 دقيقة وخلالهم دار 2 تمريرات مفتاحية وضرب كرات على القائم. التنقيط ديالو كان 7.0 ودقة تمريراته وصلت ل 81%، مما كيبين أنه كان فعال في بناء اللعب رغم التحديات الدفاعية. أما نايف أجراد فقد لعب مباراة كاملة مع فريقه ريال سوسيداد ضد نادي جيرونا، واللي انتهت بفوز سوسيداد ب1-0. أجراد كان صلب في الدفاع وحصل على تنقيط 7.2 حيث قام باعتراض الكرة 5 مرات وكان دقة تمريراته 93%. ولكن الحاجة اللي خصنا نذكروها هي أنه فقد الكرة 10 مرات خلال المباراة، وهذا رقم خصه يخدم عليه مستقبلا. بالنسبة لإسماعيل بن ناصر، ساهم في فوز فريقه ب2-0. وإسماعيل صيباري لاعب أساسي مع فريق ايندهوفن ضد نادي إيزد الكمار. المباراة سالت بفوز ايندهوفن ب2-0. الصيباري قدم أداء مستقر حيث أخذ تنقيط 6.9 وقام ب2 محاولات نحو المرمى، واحدة كانت مؤطرة واحدة كانت خارج الإطار. وكذلك نشير للاعب آدم أزنو اللي للمرة الثانية على التوالي كيكون في قائمة بايرن ميونخ في المباراة ضد شتوتغارت، لكن ما تسنى له يلعب أي دقيقة. وأيضا نذكر سفيان بوفال اللي كان أساسي في مباراة فريق سان جيلواز ضد نادي جينت البلجيكي. وأخيرا خبر إنساني مهم بخصوص اللاعب سمير ودار اللي كيعاني من مشكلة صحية خطيرة على مستوى القلب. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومؤسسة أشرف حكيمي الخيرية قرروا يتكلفوا بكل المصاريف ديال العملية الجراحية العاجلة باش يتمكن من العلاج خارج الوطن. مصادر موثوقة أكدت أن العملية معقدة، ولكن الدعم الكبير من الجميع كيوحي بأن مين غادي يستافد من العلاج اللازم باش يتجاوز هذه الأزمة الصحية. بغينا نتمنى الشفاء العاجل لسمير ودار، ونتمنى لكل محترفين التوفيق في مبارياتهم القادمة. تابعونا في الفيديو القادم باش نكملوا تحليل باقي المباريات. شكرا لمتابعتكم، وخليوا تعليقاتكم وآراءكم في الأسفل. ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش توصل لكم كل جديد